يبدو أن الأجواء بين الفنانتين أصالة نصري وميا دياب لا تزال مشحونة بالتوتر، والخلاف مستمر بينهما، حيث شهدت الأيام الأخيرة تعليقا من أصالة خلال مؤتمر صحفي قبل إحياء حفلها في مهرجان جرش أحدث ضجة كبيرة بين محبي الفنانة اللبنانية ميا دياب، معتبرين أن أصالة قللت من شأن ميا وأعمالها الفنية. فعندما طرح على أصالة سؤال عن رأيها بألبوم ميا دياب الجديد، أجابت باستغراب مين؟ ثم تابعت نزلت ألبوم ألف مبروك، من سوء حظي ما سمعته، وأضافت خلي المؤتمر فني وخلينا مبسوطين مع بعض. وسارعت ميا للرد خلال مشاركتها في مهرجان بياف الأخير في بيروت قائلة أول شيء بدي أقولها إنه هي إنسانة بلا بأوة، أي أنها ناكرة الجميل. وأضافت يا ريت شي زبت تغلق فمها إذا بدكم تفسروا لها بالعربي لأنه ما راح تفهم الكلمة بالإنجليزي. وبدي أقولها إن شاء الله ما يكون عندي وقت أعمل أنا مؤتمر غير فني وأحكي فيه عن أصالة. يذكر أن علاقة صداقة وطيدة كانت قد جمعت الفنانتين أصالة نصري وميا دياب في وقت سابق، قبل أن تعلن ميا دياب نهاية هذه الصداقة قبل سنوات بسبب ما وصفته بخطأ كبير ارتكبته أصالة في حقها دون أن تكشف عن التفاصيل، مكتفية بالقول أصالة إنسانة طيبة لكنها أحيانا متسرعة سواء بالإيجابي أو السلبي. وأضافت الموقف اللي صار بيننا كان محرج وما بحب أحكي فيه، خصوصا إنه بيننا خبز وملح. وانقسم جمهور الفنانتين على مواقع التواصل الاجتماعي بين من رأى أن أصالة أساءت فعلا لميا دياب، وبين من اعتبر أن تصريحاتها عفوية وغير مقصودة ولا تحمل الإهانة.